حضرت أنا بوصفي ممثل عن الهيئة المديرة وكاتب عام، والأستاذ أنيس بن ميم اللي كلفته الهيئة المديرة بالدفاع للترافع والدفاع على حقوق الملعب التونسي اللي راوها نحن ثابتة وأكيدة، يعني ما لوجود خلل إجرائي كبير قام به نادي الأولمبي الباجي في الحين والتوي والحين في المباراة. يعني تم تسجيل احتراز فني، وهذه الغلطة اللي صارت، لأنه الأمر حال أنه الأمر ما يتعلقش بخطأ فني يوجب الاحتراز، بل الاعتراض لاحقا في ظرف 48 ساعة بعد المباراة. وذا اللي كنا أكدنا عليه للمكتب الرابطة، وتمسكنا بالفقرة الأخيرة من الفصل 128 اللي حللناها بإطناب، لأنه القانون لا يسمح بالقيام بإجراءين في نفس الواقع. هذا هو معناها نحن نستناه توا قرار الرابطة اللي باش يصدر غدوة إن شاء الله، وني كونفيون ومتأكدين أنه باش يكون لصالحنا، لأنه خلل إجرائي ثابت وأكيد. وهذا هو معناها نستناه القرار وإن شاء الله يكون لصالحنا غدوة حسب ما أكد لنا السيد رئيس الرابطة سي وليد. يعني ولا باش تعاودوا تجيوا تصريح باش يصرحوا بالقرار اللي باش يصدر على الرابطة في الملف هذا.